تعالوا تعالوا شوفوا انا عامله عظمه 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 النهارده. نزلت السوق لقيت بقى الراجل بيبيع بسرية تحفه تحفه تحفه، جبت منه كيلو قلت لازم املحه. انا عايزه اكل بسارية ولازم اكل بسارية وهعملها بطريقه مفيش حد بيعرف يعملها. بجد بجد طريقه سهله جدا وبسيطه، ومش يعني هتطلع طعم لذيذ. لا تقولولي بقى فسيخ ولا سردين ولا اي حاجه. العظمة دي عندي أنا وبس. زي ما انتوا شايفين كده طلع البسرية طلعت زبدة، بجد بجد زبدة زبدة زبدة. كل ده عشان أنا عملتها بطريقة سهلة وجميلة وفيها أسرار كتير قوي. نزلت بقى السوق ولقيت بقى الخضار جميل كده، بصل أخضر وكرات، وجبت بقدونس وجرجير وليمون. بدعت لازم الخضرة ديت تتاكل مع البسارية القمر ديت. يلا بقى عشان تعرفوا الطريقة وتشوفوا المقادير، يلا حطوا لي لايك وشيروا الفيديو في كل مكان ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة من مطبخ ماما عبير جايبة لكم طريقة عمل البسارية. يلا نشوف الطريقة ونعرف المقادير. زي ما انتوا شايفين كده أنا جبت البسارية وغسلتها كويس أوي. زي ما انتوا شايفين المية بيضة ما فيهاش أي لون خالص. احنا عارفين لما نيجي نخلل أو نملح السردين أو البسارية أو الفسيخ أو أي حاجة، بيبقى لمّا بنيجوا نغسلوها بتبقى المَيّة سودا. ليه؟ من الأحشاء بتاعة السمكة نفسها بتبقى الأحشاء بتبقى سودا، فعشان كده السمكة بتنزّل المَيّة بتاعتها بتبقى سودا. تمام كده. أنا هنا معايا قرن فلفل حامي طبعًا، يعني هافرمه وهاضيفه على البسارية. بتدّي يعني القرن الفلفل الحار ده بيدّي له طعم حلو، وكمان بيخلّي البسارية تتملّح بسرعة، ما بتاخدش وقت خالص. إحنا عارفين إن البسارية دايمًا الناس بتخلّلها ما بتقعدش كتير، يعني بتخلّلها بالليل وتاني يوم الصبح تاكلها، أو بتخلّلها بالليل قاعدة يومين وتاكل كده يعني. فهي طبيعة البسارية اللي هي ما بتقعدش أكتر من 3، 4 أيام وبتتاكل بسرعة، يعني عشان خاطر لحمها بيبقى ضعيف، فعشان كده بتتملّح بسرعة وبيبقى طعمها لذيذ جدًا. دايمًا الناس بتسميها أنشوجة، يعني البسارية دي دايمًا بيسموها أنشوجة. بتبقى طعمها جميل أوي، بس أنا لمّا باشتريها جاهزة الأنشوجة ديّة بتبقى مملحة أوي. أنا أورّيكم طريقة جميلة جدًا بتخلّي البسارية دي طعمها لذيذ جدًا، أكنكم بتاكلوا بجد بجد يعني زبدة. أكنكم بتاكلوا زبدة كده وطعمها مسكّر وجميل أوي، ما بيبقاش يعني إيه الملح فيها over. أنا هنا معايا معلقة شطة ومعلقة بابريكا ومعلقة فلفل حار اللي أنا فرمته، القرن الفلفل اللي أنا فرمته. هاضيف كل ده على البسارية. عايزة أقول لكم كمان إن أنا شِلت الأحشاء بتاعة البسارية ديّة، شِلتها يعني فضلت سمكية، سمكية كده أشيل منها المصارين بتاعتها من جوّه السودا دي، عشان بتعمل بتسوِّد المَيّة بتاعة أو الصوص بتاع التمليح بيبقى غامق. فأنا شيلته خالص عشان لمّا آجي أملّحها الصوص يبقى لونه حلو مش غامق. هنا ضِفت معلقتين كبار هرمي ملح، معلقتين فقط لا غير، ما كتّرتش أكتر من معلقتين ملح بس، عشان خاطر مش عايزة البسارية طعمها يبقى مالح over. مش عايزة كده، أنا عايزة السمكية آجي آكلها كده تبقى طعمها جميل وطرية وحلوة. تمام كده. قلّبت بقى كل ده مع بعض، بافضل أقلّب، أقلّب، أقلّب عشان يعني أتأكد إن الملح كُلّه وصل لكل السمك والشطة والبابريكا والقرن فلفل اللي أنا فرمته. في ناس بتحب يعني تعصُر عليه ليمون، بس أنا ما باحبش أعصُر عليه ليمون، يعني كده الليمون هيبوّظه. أنا باعصُر عليه ليمون وأنا باغسله عشان ما يبقاش فيه زفارة. يعني جِبت البلاستيكاية
مليتها مَيّة وحطيت فيها البسارية بعد ما غسلتها كذا مرّة، والقشور بتاع السمكية دي طلّعتها منها ونضّفتها خالص، باعصر ليمونة كده عشان خاطر ريحة السمكية ما تبقاش زفرة، تمام كده، وباغيّر المَيّة كذا مرّة، لغاية ما أتأكد إن السمكية بقت بيضة كده وقشطة في إيدي، ولمّا صفّيتها ما نزّلتش بقى مَيّة سودا زي كل مرّة عشان أنا شايلة الأحشاء بتاعتها، لأ نزّلت مَيّة بيضا، يعني المَيّة بتاعتها كانت بيضا، زي ما أنتم شُفتوا في أول فيديو كده، إن المَيّة فاتحة مش غامقة. بس أنا ما باعملش كده في الفسيخ، يعني لمّا باجي أملّح الفسيخ ما باشيلش الأحشاء بتاعته من جوّه، يعني مصارينه من جوّه ما باشيلهاش، لأ كده ممكن الفسيخ ينشف منّي. برضه الأحشاء دي لمّا باجي أملّح الفسيخ هي اللي بتطرّي اللحم، هي اللي بتطرّي اللحم، وما تخافوش السواد بتاع المصارين ده ما بيدخلش في اللحم، لأ، لأ، لأ ما بيدخلش، لإن طبعًا هو بيبقى الأحشاء بتاعة السمكية بتبقى مغلفة، فما اللون ده ما بيطلعش، أنا طلّعته بس عشان خاطر السمكية بتاعة البسارية دي بتبقى رقيقة جدًا، وأنتِ بتشتري ال ال الس البسارية بيبقى المصارين بتاعتها بتبقى طالعة كده، فبيبقى منظرها مش حلو، وهي دي اللي بتسوّد المَيّة بتاعة ال التمليح بتاعتها، فشيلوها مش عايزين يعني إيه، مش هنحتاجوها في حاجة تتشال وتتغسل، وهتبقى جميلة جدًا، وهتخلّي الصوص بتاع التمليح، المَيّة بتاعة التمليح دي هتخلّيها لونها حمرا كده لمّا بتحطّوا البابريكا مع الشطة، هتخلّوا مَيّة التمليح دي حمرا مش غامقة. دي أهم حاجة تعملوها، أهم حاجة تعملوها في تمليح البسارية، طريقة سهلة جدًا وبسيطة، وممكن اللي لسه ما قدرش يعني يملّح فسيخ ولا سردين ولا بسارية، ممكن تعملوها، لسه شم النسيم، كل سنة وأنتم طيبين الأسبوع الجاي، فتقدروا تعملوها بسرعة. البسارية أحلى حاجة فيها إن هي ما بتقعدش أكتر من 3 أيام وتتاكل. يعني ممكن تقعدوا أسبوع أو ممكن تقعدوا تقعّدوها شهر، بس في التلاجة، يعني ممكن تملّحوها وخلاص ملّحتوها، دخّلوها بقى في التلاجة ممكن تقعد شهر، بقى طعمها جميل، بس كل ما بتقلّلي المدة، كل ما بيبقى طعمها حلو، يعني كل ما بتبعّديها طعمها ما بيبقاش حلو، فدي معلومة يعني خدوها منّي في تمليح البسارية بالذات، يعني أنا ملّحتها النهارده هاقعد 3 أيام وأفتح عليه وآكل. ممكن أشيل حبّة لشم النسيم ما فيش أي مشكلة، بس في التلاجة بقى مش برّه، عشان إحنا يعني هندخل على الصيف وكده ويعني ما ينفعش إن أنا يعني أملّح سمك وأحطّه في الصيف بالذات برّه بيبقى صعب يعني. زي ما أنتم شايفين أنا خلّصت خالص، خلّصت البسارية أهو، وأحلى حاجة بقى إن أنا جايبة كيلو، أجيب برطمان على قد الكيلو عشان أضغط، أنا بقيت أدخّل السمك وأضغطه بالمعلقة عشان خاطر يتكبّس كده ويتملّح بسرعة، ما فيش هوا يدخل له وعشان ما ينشفش. أحلى حاجة بقى في الآخر حطيت شوية زيت عشان أضمن إن ما فيش هوا خالص هيدخل في السمكية، ده حاجة. الحاجة التانية إن أنا هاجيب بقى اللي هو الstretch ده وهاكتم الوش بتاع البرطمان من فوق هاكتمه stretch عشان برضه أتأكد إن ما فيش هوا هيدخلوا في خلال ال3، 4 أيام اللي أنا هاخلّله فيهم، لإني أنا حطيته برّه ما حطيتوش في التلاجة، بعد ما بيتخلِّل خالص باطلّع اللي أنا عايزاه باكل منه والباقي بادخّله التلاجة، طالما فتحت عليه الغطا باحطه في التلاجة، عشان أضمن إن ما فيش حاجة هتدخل له. السلام عليكم.